اليوم لا غلا على مسكين، ما عمركم غادي تعاودوا تشريو الخبز ديال الطورتيلا اولا خبز طاكوس من الزنقه. غادي توجدوه بواحد الطريقه ما عمركم شفتوها، حصريه وما غتلقاوها في حتى شي بلاصه. بلا ما نطول عليكم تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. الطنجره غنوضعوها فوق النار، غنديروا 300 ملل ديال الماء، الملحه وجوج معالق كبار ديال زيت البلديه. انا مشات ليا هنا القطع. غنخلطوا كلشي حتى غادي يطلع لنا الغليه بحال هكا. في هذا الاثناء غادي نطفيو النار، غنضيفوا 500 غرام ديال الطحين متعدد الاستعمالات. غادي نخليوها كتقيس مباشره هذاك الماء. غادي نكبوا كلشي على سطح العمل، غتكون سخونه. نجمعوها بالخشبه على ما تبرد شويه. غندلكوها واحد 3 دقائق هكا بيدينا دغيا كتكون واجده معانا. شوفوا القوام ديالها كيكون بحال داك الصلصه اللي كيلعبوا به الدراري، هذاك الملون. غادي نكوروها وغنديروها في ميكات هكا باش ما تنشفش. من بعد غادي نطلقوها، غادي تكون مطلوقه رقيقه بزاف حتى يبان لنا سطح العمل. غادي نقطعوها بالشكل اللي حنا بغينا، القياسات اللي بغينا. غادي نديروها على مقله خفيفه وغادي نسخنوها مزيان. غنحطوا عليها الخبيزات ديالنا ما نتعطلوش بهم. من بعد مباشره غنديروهم بحال هكا في شي في وسط شي منديل باش كيرجع لهم هكا الصهد ديالهم. غير باش ينجحوا معكم تكون المقله خفيفه وسخونه وما تتعطلوش بهم، يعني شحطه هكا وشحطه هكا صافي حيدوهم. هنا بالنسبه للكبار اضطريت نديرهم في مقله ثقيله، ولكن مجرد انهم يبردوا ديروهم في كيس بلاستيكي هكا باش يحافظوا على الطراوه ديالهم. كانت هذه الوصفه الحقيقيه ديال هذا الخبز، ما كاين لا زبده لا حليب لا حتى شي حاجه. دعمونا وديروا لايك، بارطاجيو باش تعم الفائده.